ولا تجعل عظيم خوفي ينسيني أن الأمر كله بيدك. هذا الدعاء من يوم قريته وهو داخل قلبي. ليش؟ لأن الإنسان يا أخي يعيش أحيانا وينسى أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، يعني يعيش داخل الخوف لدرجة أنه خلاص ينسى أن التدبير كله بيد الله سبحانه وتعالى. يوم قريت هذا الدعاء قريته أتوقع وأنا في حال نفسي مضطرب. ولا تجعل عظيم خوفي ينسيني أن الأمر كله بيدك، يعني يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فكيف تخاف يا إنسان؟ وكل أمرك لله سبحانه وتعالى، وتذكر دائما لو أنكم صباح تتوكلون على الخير، الله. ويلكم تو ماي تشانل. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ناس كتير قالت لي احنا عايزين فلوج طويل، فحاولت اجمع لكم كده الاسبوع كله في فلوج. وده اول يوم. صحيت متاخر على الساعه 2:30، مكانش عندي دروس او حاجه، فكنت نايمه براحتي. عملت كوبايه شاي وكده. انا اتعمدت اصور لكم الفلوج ده عشان اعرفكم ان انا مش دايما بصحى بدري، او مش دايما اكتف وكل شويه بصحى بدري واعمل اللي ورايا واعمل سكين كير روتين من بدري وكده. لا، عادي بصحى متاخر. وعملت فطاري، مش دايما بفطر بس الفلوج شجعني وكده. وحاولت ادخل في الفطار بتاعي خضار بحيث ان انا يعني ادخل حاجات صحية في اكلي وكده. طلعت لبسي علشان اخد شاور وكده، وطلعت السكراب ده. بصراحة بحب السكراب بتاع ستاركي قوي لان بيخلي الملمس الجسم بيكون سوفت قوي وفلافي كده، فبصراحة بحبه جدا. واكتر حاجة بحبها اللي هو بالايس كريم ده. بحب جدا في بداية يومي ابدأ يومي باني اخد شاور او كده، ده بيفوقني وبحس ان انا قادرة اكمل يومي وكده. وكمان كنت صاحية متأخر فالموضوع صعب جدا. المهم دخلت على اوضتي ظبطتها. اول ما بصحى بروق اوضتي او اعمل فطار، اروق مكتبي، اعمل حاجات دي بعيدا عن اني امسك التليفون. ده بيخليني اكتف جدا وابقى عايزه اكمل يومي. اما لما بمسك التليفون في بدايه يومي وبقالي فتره كبيره بعمل كده، بفضل مكمله يومي وانا ماسكه التليفون، مش بعمل حاجه اكتر من كده بجد. فحاولوا وانا كمان هحاول اول ما نصحى ما نمسكش التليفون. بعد كده صليت، وبعد ما صليت كده قعدت شوية اخد بريك من كل حاجة كده. بعدين رجعت تاني، طلعت البلانر دي بقالي كتير قوي اصلا ما استخدمتهاش فطلعتها عشان استخدمها وكده. دي ويكلي بلانر كده بخطط فيها للاسبوع. المهم كان عليا مذاكرة كذا حاجة في الرياضة. بصراحة ما عملتش حاجات كتير خالص، اللي هو سمعت فيديو وذاكرت يعتبر درس لحاجة بسيطة لان هو ده الجزء اللي كان باقي. فنقلت الحصة وسمعت الشرح وخلاص. النهاردة ما كانش مطالب مني اعمل اكتر من كده لاني فعلا كنت اليوم ده مش احسن حاجة الصراحة. المهم جبت اندومي كده جديد او نودلز. لقيت معاها بهارات وكده كتير، فحسيتها انها شبه الاندومي الكوري. كان طعمها حلو بس كان في كيس كده فيه زيت ما حطيتهوش. بعدين بقى كنت برتب الحاجات بتاعتي، فلقيت حاجات كتير خالصة زي الشامبو والليف ان والزبادي شوب والبادي سبلاش والفازلين والدويدرنت، وكمان الموسترايزر بتاع الجسم بتاعي. الاتنين خلصوا بس ما كنتش لاقي العلبة بتاعتهم. فحاجات كتير خلصت، فالمفروض ان شاء الله هجيب منهم حاجات بكرة. بعدين بقى قبل ما انام كنت النهارده المفروض اعمل خلطة الانبات دي. كانت في مجموعة كده للشعر فباقي منها. المجموعة بتاعة الشعر خلصتها بس باقي منها دي. فهعمل منها، بتفضل 8 ساعات، فهنام بيها واصحى اغسل شعري الصبح. صباح الخير، عاملين ايه؟ ده اليوم التاني من الفلوج. اول ما صحيت كان في الشامبو حبة صغيرين، فغسلت شعري مكان الخلطة بتاعة الانبات. بعد كده اتوضيت وصليت. عندي درس كمان شوية فكان باقي لي حاجات من امبارح ما خلصتهاش، فذاكرت الجزء اللي انا عايزه اذاكره. مخلصتش كل الدرس، ذاكرت نصه بالظبط لاني مش هقدر اخد كل الدرس دلوقتي لان بصراحة الدرس تقيل وكله حاجات. بس كده خلصت الجزء الاول بس. هنا طلعت لبسي، والسوت دي كانت لسه اول مره هلبسها. هي بجد شكلها حلو قوي غير التصوير، يعني هي وانا لابساها شكلها ما شاء الله جميله. بس بصراحه نسيت اصور. المهم كنت محتاره البس الاكسسوارز اللي هي السيلفر ولا الجولد، بس في الاخر اخترت السيلفر علشان السوت فيها تمويهه لونها سيلفر كده. وطبعا لبست عليها طرحه سودا. هنا المفروض بقى كان ليا اوردر هستلمه فاستلمته بعد ما طلعنا من الدرس. بعد كده رحت انا وصاحبتي جبنا كذا حاجة من الهايبر ورجعت البيت. هعمل معاكم دلوقتي انبوكسنج الاوردر واريهولكوا. طلبت بادي سبلاش وبادي لوشن من بيج اسمها زمرد. بجد يا جماعة مش اي حاجة او اي كلام، بجد كانوا حلوين جدا. البادي سبلاش ريحته ريحة نظافة كده وريحته جميلة وسعره
مقارنة بالكواليتي بتاعته وبثباته جميلة جدا. البادي لوشن ريحته بجد خطيرة خطيرة خطيرة، ريحته ستروبري كده على فواكه، فجميل جدا. هو كان معمول عليه ديسكاونت لحد اخر الاسبوع 25%، فلحقت الديسكاونت. بجد جميل وبيرطب الجسم كويس، واهم حاجة ريحته ما شاء الله جميلة جدا. فطلبتهم لان في كذا حاجة خلصت من عندي، وانا مقدرش استغنى عن البادي سبلاش والبادي لوشن. بعد كده اخدت شاور، وفقرتي المفضلة عملت ايس كوفي. لو تلاحظوا في كل مرة باجي اعمل ايس كوفي مش بلاقي تلج. المهم انا بحب طريقة الايس كوفي دي، هقولها لكم. بجيب اللبن بخلط معاه نسكافيه اللي هو بريك ده، اللي هو بالبندق ده، بيدي اللبن طعم حلو قوي كده. وبحط عليه سكر بس مش كتير، يعني مثلا بحط عليه معلقة صغيرة كده. بعدين بجيب الكيس بتاع النسكافيه البلاك ده، بحطه كده وارجه، او بستخدم المضرب بتاع النسكافيه بس هو كان بايظ. وبعدين بحطه عليه كده وبخلطه، بجد بيطلع طعمه تحفة. فكان بقى الحاجات اللي بقالي في التودو ليست حاجات لغة عربية. فقعدت رجعت شوية على النحو وكتبت الدرس اللي كان عليه. بحاول كده ان انا يعني مثلا اكمل التودو ليست للاخر او كده. يعني بحاول قدرنا بنحاول مع بعض، وان شاء الله على نهاية الاسبوع نكونوا وصلنا لحاجة كويسة يعني. المهم برضو قعدت كده رجعت على النحو زي ما قلتلكوا، ونقلت كذا حاجة. وبس كده، ده كان اليوم التاني بكل تفاصيله يعتبر. صباح الخير، ده اليوم التالت من الفلوج بتاعنا، واعتقد اني هنهي الفلوج عند هنا، علشان بقية الايام طبعا هتكون كلها شبه بعضها ونفس الروتين وكده. فتعالوا اخدكم معايا في يوم النهارده علشان هو طويل حبتين. صحيت روقت سريري. دايما بحب مثلا كل 3 ايام او كل يومين كده اجي مغيره الملايه وارش عليها برفيوم بادي سبلاش اي حاجه، ده بيريحني. المهم النهارده كنت المفروض انضف البيت، فنضفت الصالون وكده. بصوا يا جماعه، انا مش من النوع اللي بينضفوا الحاجات دي، بكتفي باوضتي بس النهارده ما كانش حد موجود في البيت، فانا اللي كنت عليا تنظيف البيت كله. فنضفت المطبخ وكل حاجه، والمفروض كنت اعمل الغدا. انا مش بحب الطبخ بس عملت اسهل حاجه، قلت اعمل مكرونه وكده. وبجد يا جماعه بدون مبالغه انا اصلا كنت حاسه انها تطلع مش حلوه، طلع طعمها تحفه، ما زادش منها حاجه وعجبت اخواتي قوي. فعملتها واتغدينا وكده. فالنهارده يومي كان طويل، لاني انا اصلا لما بعمل الحاجات دي بهمت كده، بحس نفسي همدانه وعايزه انام. خلصت بقى ترويق الشقه واتغدينا وخلصت كل حاجه واخدت ريست. 2000 years later. ناخد بقى شاور بعد اليوم الطويل ده. فطلعت السكراب، بحب جدا اني اخد شاور، اعمل سكراب، احط بادي لوشن، بادي سبلاش، الحاجات دي بجد بتحسسني بطاقة انوثة كده. المهم بعد كده بقى، بعد كل ده المفروض نعمل نسكافيه. انا بحب بتاع بريك ده قوي، وزي ما شفتوا بحب كمان استخدمه في الايس كوفي. اصلا الفليفر المفضل ليا اللي هو بيكون بالبندق ده. فعملت نسكافيه النهارده. اليوم بجد يا جماعه في حاجات كتير ما اتصورتش فيه، بس فعلا النهارده اصلا تعبت قوي فرهدت. بس كنت بحاول ان انا اكمل يومي واحرك جسمي كتير، علشان لما مش بحرك جسمي بهمت بزياده. 2000 years later. بعدين بقى نمتلي ساعتين حلوين كده. صحيت كان اخواتي جايبين كريب وكده، فجبت معاهم. طعمه ما كانش وحش وما كانش احسن حاجه، كنت حاسه العجينه معجنه كده شويه. المهم اكلنا. بعدين كنت المفروض اصلا في كذا حلقة لمستر اللي هو انجليشاوي ده، كنت المفروض اسمعهم لاني ما تأسستش في الانجليش، وكمان ما سمعتش اي حاجة تأسيس، سمعت حصة وبعدين خلاص ما كملتش. فقلت بقى ابدأ مع المستر ده. المهم بقى كان هو منزل حصة للأزمنة وكده، فسمعت الحصة وسمعت منها جزء كبير. هي الحصة ساعتين، والله اخدت فيها فوق ال5 ساعات مش مبالغة. عبات ما نقلتها انا نقلة زي 15 صفحة، وعبات ما سمعتها وخلصتها، فبجد تعبت فيها قوي. فبصراحة اكتفيت بيها النهاردة خالص. شايفين اصلا الكمية. فالحمد لله الحمد لله اني خلصتها بجد، وما كنتش حاطه هدف او حاطه حاجه ان انا اخلصها، بس خلصت ويومي خلص لحد هنا.